السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي لمسات بنت ميلة. حبيت نرحب بالمشتركين جدد، شكرا على تفاعلكم ودعمكم. اليوم جبت لكم طلبية صابلي نفاس لبنوتة، صابلي وردي أنيق فخم بطريقة بسيطة وسهلة. تابعوا الفيديو خطوة بخطوة وصدقوني راح يخرج معكم يهبل. نبداو اولا بالعجينة الهشة اللي تذوب في الفم. عندي 250 غرام مارغرين بحرارة المطبخ، ضفت لها رشة ملح، كأس من السكر جلاس، 2 حبات بيض، كيس فلان بذوق الفراولة وعطر الفراولة. الذوق يرجع حسب الرغبة تاعكم. تقدروا تستغناو على الفراولة، تعوضوه بالكراميل، عطر القهوة، عطر الليمون، حسب الرغبة تاعكم نتوما. ضفت كذلك ملعقة من معجون الفراولة، فانيلا، ونصف كأس من الزيت. الزيت راح يعطيه قرمشة للصابلي تاعنا. هذه البنات، هذه الوصفة صدقوني ناجحة 100%، والذوق تاعها رائع. موالفة نستعملها دائما في المناسبات والأعياد، في الطلبيات. واليوم هذه الطلبية مولاتها خصيصا طلبت هذه الوصفة، لأني كنت خدمتها من قبل معاها في النجاح تاع بنتها، ربي يحفظها. واليوم عاودت طلبتها به تديها هدية لصاحبتها. إن شاء الله تكبر البنوتة في عز والديها، وربي يحفظها ويفرحهم إن شاء الله. بعد ما خلطت المكونات تاعنا جيدا، رحت نضيف في النواشف. البنات، الفارينة لازم تكون مغربلة، كيما ديما نقولكم لازم تكون مغربلة، ونضيفوها بالعقل. ضفت كذلك كاس غير ربع نشا، من كاس غير ربع الكاس. تقدروا تديروا كاس كما تقدروا تستعملوا كاس غير ربع. بعد ما خلطت المكونات، نشوفوا نراقبوا القوام تاع العجينة تاعنا. إذا لقينا القوام مليح نتوقفوا، وإذا لقيناه مازال جاري نستمر نحطه بشوية. ضفت كذلك كيس من الخميرة الكيميائية. البنات، العجينة ما تعجنوهاش، طموها بأطراف الأصابع برك، ما لازمش الكف تاعكم يتقاس بالعجينة. لأنه كنت تعجنوها راح تولي مطاطية، وصابلي تاعنا ما راحش ينجح لنا، وتجي العجينة يابسة. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه كما راكم تشوفوا. العجينة راهي مبسة، جات ما شاء الله. نطرح العجينة، ما تطرحوهاش خشينة، لأنه حطينا فيها كيس من الخميرة، وكذلك راح نحطو حبة فوق حبة، والحشو بيناتهم راح تجي عالية. هذا هو السمك اللي راح نتحصل عليه بعد ما طرحت العجينة. أنا خيرت الشكل المربع، انتم تقدروا تستعملوا أي طابع عندكم، وردة، مربع دائري، أي شكل حبيتوه انتم. أنا الزبونة تاعي خلت لي حرية الاختيار في الشكل تاع الصابلي، خيرت الشكل المربع وجات النتيجة ما شاء الله. شوفوا كيفاه كانت النتيجة بعد ما طيبت الصابلي تاعنا. ريحته راهي تعبق في الدار، تتشم من البعيد. نروح نحضروا الكريمة اللي راح نحشيو بها الصابلي. حطيت 250 غرام مارغرين، ضفت لها كاس سكر جلاس، عطر الفراولة ولافاني، وكذلك ضفت 3 ملاعق من الكريم شانتي. نزيدو أيضا ربع كأس من الزيت. هذه الكريمة اللي ما يحبوش كريمة الزبدة راح توليو تحبوها، لأنه وصفة ناجحة ورائعة. الكريمة هذه رائعة جدا، ما راحش تحسوا باللي فيها طعم الزبدة نهائيا.
بعد ما طلعنا الكريمة تاعنا خلطوها مليح لمدة 5 ل7 دقائق. بعد ما طلعنا الكريمة نجيبو حبات الصابلي تاعنا بعد ما كان برد مليح ونحطو في الحواف تاع الصابلي. بعد ما نعمر الحبات تاعي كامل نحشيهم بالمعجون تاع الفراولة. انا راح لي المقطع اللي صورت فيه كي كنت نحط في المعجون. المهم البنات حطوا قيس ملعقة صغيرة في النص تاع الحبة تاع الصابلي تاعنا. نمسح الحواف تاعها جيدا، نعدلو الحبة تاعنا باه تجي متحوفة، نعدلوها مليح كما راكم تشوفوا. بعدها بعد ما نكمل كامل الحبات تاعي نروح نذوب الشيكولا. البنات كيما تعرفوا انا زبونة طلبت ديكور تاع نفاس لي بنوتة، ما حددت ليش اللون، المهم قالت يكون تاع نفاس للطفلة، خلات لي حرية الاختيار. قلت لكم الحاجة الوحيدة اللي طلبتها للعجينة، قالت لي حابة العجينة اللي درتي لي مسبقا لانه عجبتها بزاف. لهذا قررت ندير لها، حبيت في الاول ندير اللون تاع الصابلي في الابيض والموتيف تاع التزيين يكون في اللون الوردي، ومن بعد قلت علاه ما نديرش اللون تاع الصابلي في اللون الوردي وندير الموتيف في الفوشيا. جبت شيكولا تاعي انا، المقدار تاع هذه الكمية من الصابلي دات لي حوالي 600 غرام من الشوكولا البيضاء. قطعتها قطع صغيرة ورحت حطيتها على حمام مائي. ما تخليوش الشيكولا تطول فوق النار، كيما تبدا تذوب ابداو خلطوها جبدوها فوق النار وحركوها مليح، لانه معروف على الشيكولا البيضاء باللي تتحرق. انا شخصيا ما نحبش نخدم بها لانه تفسد بزاف وتعطلنا على الخدمة. بعد ما ذابت لي الشيكولا ضفت لها قطرات من الملون، ملون خاص بالشيكولا. الشيكولا البيضاء ما تضيفوا لها ولا شيء، ما تلعبوش بها لانه تفسد بالخف، اي اضافات راح تفسدها. وضفت لها كذلك 3 ملاعق من الزيت وخلطت مليح وتحصلت على هذه النتيجة. والشيكولا بعد ما قلاصيت جات ملساء، ما لقيت فيها حتى مشكل لاني كما قلت لكم ما خليتهاش طولت فوق النار. والملون البنات كي تحطوه حطوه بالقطره لانه قادر تكثروا من الملون ويجيكم اللون قاصح مش كيما الرغبات تاعكم. بعد ما نشفوا لي حبات الصابلي جبت سكرفاج وقعدت نفيني في الحبة تاعي ونحي لها هذوك الإضافات الزوائد تاع الشيكولا، والنتيجة راهي أمامكم. حبيت نضيف لمسة بالرغم من أنه ماهيش صحية. أنا الملمع ما نفضلوش بزاف لأنه مضر، ضرر تاعو أكثر من النفع. بصح الغالب هذو المواد هما اللي يمدوه لبها للحلويات تاعنا. كيما راكم شوفوا الفرق بين الحبة اللي ماهيش مدايرة بالناكخي والحبة اللي دهنتها بالناكخي. الناكخي استعملت البلون دوري. ندهن جميع الحبات تاعي بالناكخي. بعدها نروحوا نركبوا الاشكال اللي درتهم. البنات ما صورتش معاكم الاشكال هذه، اذا حبيتوا الطريقه تاع الصنع تاعها خليوا لي في التعليقات وراح ندير لكم فيديو ولما لا. المهم انتم طلبوا وانا ننفذ. الطريقة تاعي التلصاق، جبت نفس الشوكولا اللي قلاصيت بها، حطيت شوية فوق الحبة تاع الصابلي ونحط الموتيف. كي نحطوه نضغط عليه شوية باه يحكم في كامل الحبة تاعنا وما يطيحناش من بعد. نبقى نكمل الحبات تاعي كامل كما راكم شوفوا النتيجة جات رايعة البنات. صدقوني غير شهاني كون ما جاش طلبية كون سخنت كاس حليب وكليت حتى قال لي راسي بركاي. النتيجة جات ما شاء الله. نتمنى تعجب الزبونة تاعي ونتمنى تخلي لي رايها في التعليقات، وان شاء الله يعجب ثاني
الإنسانة اللي راح تديهولها. ونتمنى ثاني يكون الفيديو والوصفة عجبتكم. إذا جربتوها وإذا عجبتكم الوصفة خليوا لي رايكم في التعليقات. البنات ما تنساوش تدعموني، خليوا لي جام وخليوا لي تعليق باه يطلع الفيديو ويوصل لأكبر عدد من الناس. آه، نتمنى الفيديو هذا تبارطاجيوه مع أصدقائكم وأحبابكم، باه تعمل فائدة، ويشوفوه أكبر عدد من الناس ويجربوا الوصفة. وراح نشارك معكم وصفات أخرى في الأيام القادمة بإذن الله. وإذا حبيتوا نتوما أي حاجة نحضرها لكم في الفيديو الجاي خليوها لي في التعليقات. قبل ما نختم البنات حبيت نشارك معاكم شوية نصائح باه ينجح لكم الصابلي. أول حاجة المارغرين لازم تكون بحرارة المطبخ، جبدوها بساعتين قبل لا نخدمو بها باه تكون طرية وما ذوبوهاش، خليوها بحرارة المطبخ. أيضا باه تكون عجينة الصابلي تاعكم طرية لازم تستعملوا الصفار فقط. اللي يحب العجينة الطرية ما يحبش فيها هذيك القرمشة. ثالث حاجة ما تعجنيش الصابلي باه ما توليش العجينة مطاطية وتفقد الهشاشة تاعها. والفارينة أكيد نحطوها بالتدريج باه ما يجيش ناشف وما يبسناش الصابلي. كذلك الفرن اللي هو أهم حاجة، الفرن يكون مسبقا مسخن مسبقا، ولازم يطيب الصابلي على نار متوسطة. نخليو الصابلي تاعنا يبرد مليح قبل التزيين، ومن بعد نزينوه. كيما تعرفوا كريمة الزبدة راهي تذوب بالخف، واذا زينتوه بعد ما حشيتوه والشيكولة سخونة راح تذوب معاكم كريمة الزبدة وما راحش تكون الحبة تاعكم فينية. وصلنا لختام الفيديو، شوفوا النتيجة امامكم جات ما شاء الله البنات، ذوق وشكل وبنة. نتمنى تجربوا الوصفة. وصلنا لختام الفيديو، إلى فيديو آخر بإذن الله. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك، واكتبوا لي في التعليقات آراءكم، أي حاجة حبيتوا نديرها لكم. في أمان الله. شكرا على المشاهدة، شكرا على دعمكم وعلى آرائكم، شكرا على القلوب الجميلة اللي تخليوها لي في التعليقات. إلى اللقاء في فيديو آخر، دمتم سالمين.